اشتهر بأداء دور الشرير ونجح فيها لدرجة إن كل الناس صدقته بسبب تجسيده للأدوار دي بحرفية. الفنان توفيق الدقن، الإفيهات اللي كان بيقولها محدش نسيها، ولحد دلوقتي في ناس بترددها. وبسبب الأدوار الشريرة اللي كان بيقدمها ناس كتيرة بعدت عنه وكانوا فاكرين إن دي شخصيته الحقيقية، لكن على العكس كان شخص طيب جدا. والفنان توفيق الدقن كان منعزل اجتماعيا لحد كبير رغم إن أصدقائه كانوا بيحبوه. والفنان توفيق الدقن كان في يوم من الأيام هيبقى نجم مطلق، وده بعد ما اختار المخرج عز الدين ذو الفقار علشان يجسد دور البطولة في فيلم الرجل الثاني. لكن الفنانة صباح اعترضت وقالت إنها ما تقدرش تبوس توفيق الدقن. مش بس كده، ده طلبت تغييره بالفنان رشدي أباظة، وكان وقتها بينهم وبين بعض قصة حب. وتاني يوم راح الفنان توفيق الدقن علشان يجسد دوره في الفيلم، لكنه اتفاجئ بإن المخرج بيعرض عليه دور تاني، وده أصابه بصدمة شديدة ورفض الدور الجديد ورجع لبيته حزين. والدور ده كان السبب في شهرة رشدي أباظة بعدها. أما الفنان توفيق الدقن قعد في بيته فترة كبيرة ودخل في حالة اكتئاب، وأصيب كمان بمرض السكر بسبب الحزن والقهر اللي حس بيهم. لكن الفنان رشدي أباظة لما عرف الموضوع راح له البيت وأصر إنه يتنازل لتوفيق الدقن عن الفيلم، لكنه رفض. ولما رشدي أباظة لقى توفيق الدقن مش موافق اداله العربون بتاع الفيلم. وبالفعل الفنان توفيق الدقن أخد العربون بعد إلحاح كبير من رشدي أباظة. وكان في علاقة صداقة بين الفنان رشدي أباظة والفنان توفيق الدقن، وكان دايما رشدي أباظة بيزوره في البيت. وكان الفنان توفيق الدقن عنده عربية أمريكاني، وطلب الفنان رشدي أباظة إن هو يجربها، ورحب بكده توفيق الدقن. لكن رشدي أباظة لما ركبها عمل بيها أكتر من حادثة ودخل في كل الأكشاك الموجودة في الشارع. لكن توفيق الدقن مزعلش وخد الموضوع بهزار، ودفع تعويضات لكل أصحاب الأكشاك اللي اتكسرت، وباع العربية اللي اتكسرت وجاب عربية غيرها. وابن الفنان توفيق الدقن قال إن جده اتجوز أكتر من مرة، وكانت جدته من ضمن الزيجات دي، وبعد معاناة أنجب طفل سماه توفيق. لكن الطفل ده اتوفى وهو عنده 3 سنين. بعد كده جدته أنجبت طفل تاني وهو الفنان توفيق الدقن، وجده أصر يسميه توفيق وما استخرجلوش شهادة ميلاد جديدة، لا اداله الشهادة بتاعت أخوه المتوفي. وبخصوص الموضوع ده الفنان توفيق الدقن قال: أنا عايش بدل فائد، وفي 3 سنين من عمري ما عشتهمش.